أول مرة عرفت فضل الدعاء وفضل الطلب من الله سبحانه وتعالى بعد ما مريت بظرف صعب. يعني أنا كنت عايشة حياتي ومرتاحة وما شاء الله ما في إشي شاغل بالي، لغاية ما أجى هذا اليوم اللي كنت بظن إنه نهاية، كنت بظن إنه خلص حياتي ما إلها معنى. لكن هذا الإشي اكتشفته بعدين، اكتشفت إنه هذا خير إلي، اكتشفت إنه هذا الإشي رح يكون أول بداية التغيير بحياتي، رح يكون أول انطلاقة في حياة جديدة، سعادة، تيسير أمور، توفيق، رضا، حمد وشكر لله سبحانه وتعالى. فأنا مريت بثلاث مواقف صعبة جدا، موقفين حصلوا معي أنا وموقف حصل مع أهلي. رح أحكي لك عن الموقف اللي حصل معي من سنة تقريبا، العام الماضي مثل هاي الفترة. زوجي كان بيشتغل والحمد لله ومبسوط في مكانه ومرتاح نفسيا ومعنويا، يعني شو أحكي لك، كل اللي بتمناه حصل والحمد لله بعد زواجنا. كانوا أصحابه يحكوا له ما شاء الله أنت متوفق بحياتك، زوجت عن حب، عندك أولاد، عندك بيت ملك، عندك سيارة، وعندك. كان يحكي لهم هذا فضل من الله، يا ربي لك الحمد. لكن ما كنا نعرف إنه نظرة الحسد راح تدخل لحياتنا. الحسد راح يخرب شغلات كثير بحياتنا، مش لأنه أنا إنسانة غير مؤمنة أو إنه أنا إنسانة ما بعرف أو ما سمعت عن أمور السحر والحسد اللي بتصير بحياة الناس، لا بعرف، لكن ما توقعت إنه أنا رح يجي اليوم اللي يصير فيه هذا الإشي، اللي أجرب بنفسي هاي الأمور اللي حكيت عنها، الحسد والسحر. طبعا أنا عايشة في مكان بعيد، لا قريبة لأهلي ولا قريبة لأهل زوجي، بزورهم كل أسبوع مرة، يوم بزور أهلي ويوم بزور أهل زوجي. وكنت محبوبة من الجميع، ما إلي حدا بكرهني، ما إلي حدا بتمنى لي الشر، بالعكس الكل بدعي لي بالبركة، الكل بدعي لي وبهنيني على هاي الحياة وعلى الوضع اللي أنا عايشيته. فأنا كنت مبسوطة بهذا الإشي، وزي ما حكيت لك عمري ما توقعت إنه يصير بحياتي حسد أو سحر أو من هاي الأمور. بيوم من الأيام صحيت على مشكلة حصلت بيني وبين زوجي. طبعا الأمر كان تافه، تناقشنا عليه المساء ونمنا ليلتنا ولا كأنه في إشي، لكن بصحى ثاني يوم المشكلة لساتها مثل ما هي، ما تغيرت. احنا بعادتنا دايما بيحصل بيننا مشاكل، ومستحيل ما في أي زوج أو زوجة ما بيحصل بينهم مشاكل، لكن مشاكل بسيطة تنحل في نفس اللحظة وبننسى الموضوع، بنكمل حياتنا عادي. لكن هي المشكلة كانت كبيرة شوي، وصراحة ما راح أخبي عليكي لحتى يستفيدوا الأخوات ولحتى الناس تعرف إنه ما في حدا بيسلم من الكيد ومن السحر ومن الحسد ومن هاي الأوضاع اللي أنا كنت عايشة فيها. بتفاجئ إنه زوجي على تواصل مع واحدة، صراحة هاي الإنسانة قريبة لإله، هي شو أحكي لك عنها، ما راح أحكي لك إنه مش مرتاحة بحياتها، لا مرتاحة، زوجها إنسان طيب تقريبا، مش ناقصها إشي. دايما بيحصل بينها وبين زوجها خلافات، وزوجي بتدخل بالموضوع، وبعض الأحيان أنا بتدخل بالموضوع، وبنحل هاي المشاكل. ودايما بنحكي إنه اللي بيعمل خير راح يرجع له في أولاده، في صحته، في عافيته، من هاي الأمور. بتفاجئ إنها بتبعت لزوجي مسجات، طبعا هي بتشكي عن وضعها، بتحكي له عن المشاكل اللي حصلت بينهم لحتى زوجي يتدخل مثل كل مرة ويحل هاي المشاكل. لكن تفاجأت إنه من كلامها أو بعض الكلمات اللي كانت مرسلتها لزوجي كلام ما بينحكى، يعني هذا الإشي المفروض أي ست ما تحكي مع رجل غريب. حتى هذا الكلام الوحدة بتخجل تحكي لأخوها ابن أمها وأبوها، كيف أجتها الجرأة وحكت مع زوجي هذا الكلام؟ طبعا أنا واجهته بهذا الكلام، وهو متعود دايما يخلي تليفونه فاتح، فإيش طبيعي يعني حدا اتصل علي أو مثلا تليفوني مغلق، أمي ترن على تليفون زوجي، فطبيعي جدا إنه تليفوني يكون بين إيدي. وأنا بتصل على أمي بهاي الليلة بالذات أجا مسج لزوجي، وأنا متعودة إنها دايما تبعث مسجات وبيننا كلام كثير وعادي، يعني علاقتنا جيدة جدا وما في مشاكل بيننا. لكن إنه الكلام هذا أول مرة أقرأه، للعلم أول مرة أقرأ رسالة إلها قبل ما يفتح زوجي المسجات. دايما كان يقرأني الرسائل أو هو يحكي لي شو هي كاتبة، لكن أول ما توصل الرسالة ما كنت أشوفها. المهم عرفت إنه دايما كانت تبعت له مثل هذا الكلام. طبعا هو كان ما بيعلق على هذا الكلام ولا عمره رجعها فيه.
المفروض إنه حكى لها هاي أمور بتنحكى بينك وبين زوجك، وعيب إنها تبعت له هذا الكلام. المفروض هو حط إلها حد بخصوص هاي الرسائل أو بخصوص هاي الكلمات بالذات. أنا ما عندي اعتراض إنها تحكي معه وإنه يحل مشاكلها مثل كل مرة. مباشرة بعد ما قرأت الرسالة رديت عليها أنا، حكيت إلها إنه ما بصير كذا وكذا وكذا، وكلام عادي يعني. تكلمت معها كأني بحكي مع واحدة من أخواتي. بتفاجأ إنه زوجها هو اللي برد علي. وطبعا زوجها ما في بيني وبينه أي كلام، بيجوا ضيوف بنقوم بالواجب، زوجي بيحكي معهم بحل مشاكلهم، يعني في زيارات، لكن إنه ندخل أنا وزوجها بمواضيع وكلام كثير عمرها ما حصلت. المهم بهاي الليلة زوجها حكى معي تقريبا نص ساعة. أجا زوجي ودخل علي وأنا بحكي معه، برجع من راسه طار إنه ليش تحكي معه، ليش تفتحي له مجال يتكلم معك. طيب يا ابن الحلال، صرت رديت على الرسالة، وأنا كأي امرأة المفروض إنه زوجها بيوصلوا مثل هذا الكلام تتحسس، الكلام يأثر فيها، تزعل، تأخذ على خاطرها. وأنا ما خبيت عليك، أنا رديت عليها مباشرة. شو ذنبي إذا كان تليفونها مع زوجها؟ أنا ما بعرف شو اللي حاصل، لكن ما توقعت إنه زوجها يحكي معي، فخجلت إنه أحكي له خلص انهي المكالمة أو ما إلك كلام معي. المهم انتهينا من هذا الموضوع وبتنا ليلتنا. بتفاجأ الصبح إلا وزوجي معصب وبيحكي لي أنتي واحدة ما بتسمع الكلام. المهم طول وقصر معي بالكلام، أخذت أولادي ورحت لبيت أهلي. وهاي أول مرة من أول زواجنا أطلع من بيتي زعلانة. دايما بروح لأهلي وبزورهم ضيفة، بجلس يوم يومين ثلاث وبرجع لبيتي وزوجي بيكون موجود. ولا عمره حصل بينه وبينه مشاكل تخليني أزعل في بيت أهلي. وفعلا ضليت ببيت أهلي 3 أيام. طبعا بال3 أيام ما حكى معي ولا مرة، كان ماخذ على خاطره وزعلان مني. بعد 3 أيام أنا اتصلت عليه، لأنه عمري ما حصل بيني وبينه خلاف مثل ما حكيت لك، فبيننا أولاد وبيننا عشرة وحياة، فلازم أنا أبدأ. إذا هو ما بدأ لازم أنا أبدأ. بتفاجأ إنه مشغول. ردت اتصلت مرة ثانية، بتفاجأ إنه كمان مشغول. صابني الفضول، اتصلت عليها، بتفاجأ إنها مشغولة. طبعا عرفت إنه كان يحكي معها. ضليتني صابرة 2 3 ساعات لحتى رد علي، حكى لي شو بدك. حكيت له أولا أنا غلطانة، لكن قبل ما أكون غلطانة أنت كمان غلطان. هاي الشغلة الأولى. الشغلة الثانية، أنا بتصل عليك بدي أراضيك وبعرف إنه أنا غلطانة وكنت ناوي أستسمحك، لكن إنه تكون مشغول معها هذا الإشي بعقد الأمور وبزيد المشاكل بيننا. حكالي مين حكالك إنه أنا مشغول معها؟ المهم دار بيننا كلام طويل لمدة 2 أنا وزوجي، ورغم إنه طولنا بالحديث لكن ما وصلنا لحل، والمشاكل مثل ما هي. بدخلت أمي علي بتحكي لي إنه هذا الكلام ما بصير، أنت غلطان وهو غلطان، وهو ما طردك من بيتك، أنت اجيتي لوحدك، فضلك الليلة عنا وبكرة الصبح أخوك بيوصلك لبيتك وبتحلي مشاكلك أنت وزوجك. هاي المشاكل المفروض إنه ما حدا يتدخل فيها، وأنتوا واعيين وإلكوا زمان مع بعض، لازم تفهموا بعض. وصارت تحكي لي إنه اللي بتترك بيتها وإنه ما أعطي مجال لحدا، وإذا في وحدة أو حدا طمعان في زوجي أو إنه ناوي يخرب حياتي ما أعطي مجال. فإني أترك بيتي هذا أكبر غلط عملته بحياتي. لازم مشاكلي تكون محصورة في بيتي، ما تطلع لبرا. فعلا أقنعتني بكلامها، حكت لي كلام ناس واعيين بتفهم، ناس عندها خبرة، ناس أكبر مني بالسن. وأبوي كمان حكى لي نفس الكلام. رجعت لبيتي وكأنه ما في إشي ولا في أي مشاكل. بتفاجأ إنه زوجي متغير. المفروض ينبسط يفرح إنه أنا رجعت للبيت، أولاده موجودين، وأنا تغضيت عن هاي المشكلة، يعني تجاوزتها. صحيح إنه زعلانة، لكن خلص أنا المشكلة هاي انتهت وكأنه ما حصلت. لكن لازم يكون في بيننا كلام، نجلس نتفاهم مع بعض، نحط لكل إشي حد. هذا بصير وهذا ما بصير. كان كل يوم يتهرب مني، كل يوم أحكي له بدنا نحكي، كان يغير الموضوع. زوجي متغير، مش هو زوجي. أنا طلعت من بيتي كان زوجي إنسان ثاني، ورجعت لبيتي زوجي متغير تماما، كأنه شخص ثاني. فبهي الليلة أول مرة أنام وأنا بدعي يا رب إنه شو المشكلة، شو اللي حصل، أنا عملت إشي غلط؟ طب أنا اعترفت إنه أنا غلطانة، المفروض هو يعترف. إشي حكالي إنه في إشي كبير،
في مشكلة كبيرة صايرة، في حدا بدبر لك لحتى يخرب بيتك. أي نعم إنه أمي نبهتني، لكن هذا الإحساس أجاني بعد ما شفت زوجي ودار بيننا حديث. زوجي متغير، حتى طريقة كلامه متغيرة. بدأت أقلب على اليوتيوب إنه أدعية تهدي أنفسنا، أدعية تصلح اللي بيننا بدون ما حدا يتنازل للثاني. طبعا هو رافض يتنازل وأنا رافضة أتنازل. فوقع عيني على فيديو بيحكي عن فضل ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، وعن واحدة مرت بمشاكل هي وزوجها، وصارت تدعي وصارت تتحوقل وربي يحل مشكلتها بنفس الليلة. طبعا الأخت كانت على وجه طلاق، يعني بينها وبين زوجها خلاف، وحكى لها راح أطلقك، يعني روحي وما إليك رجعة. فبتحكي إنها التزمت طول الليل بذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. أجى زوجها ثاني يوم ورضاها وحل المشكلة، وبتحكي من يومها أنا بستخدم الحوقلة لحتى لاحظت إنه في شغلات كثير بحياتي تغيرت. وأولها وعلى رأس القائمة أسلوب زوجي صار لين، أطلبي وتمني شو بدك، يعني كان كل همه يراضيها، وكل هاي الأمور ما شفتها إلا بعد الحوقلة. فحسيت إنها رسالة من ربي. صرت أحوقل وأدعي. نمت بهاي الليلة. فهاي الليلة بالذات أول مرة أشوف هاي الإنسانة اللي هي وزوجها، أنا وزوجي بنحل مشاكلهم، صاحبة المشكلة، أساس المشكلة. شفتها بالمنام على هيئة امرأة لكن راس ثعبان. طبعا أنا عندي شوية معلومات أو شوية أشياء بعرفها عن الأحلام أو الشغلات اللي مثل هيك. عرفت إنه هاي بتدبر لي مؤامرة، في شيء غلط، فخفت منها بزيادة. فضليتني على لا حول ولا قوة إلا بالله تقريبا يومين كاملات بعد هاي الرؤية. وكنت أدعي يا رب تبين لي حقيقة هاي الإنسانة، يا رب ترد كيدها لنحرها بحولك وقوتك، يا رب تبين لي شو اللي بصير بحياتي. طبعا أنا إلي فترة بفقد أشياء من بيتي، ملابس، كفر الكنب، يعني أنا بغطي الكنب كل فترة وفترة، بغير في أثاث بيتي، في شغلات كثيرة في بيتي. فبتفاجئ إنه في إشي ممزق، في إشي مأخذ منه قطع. ما كنت أهتم لهذا الموضوع، كنت أحكي إنه هذا مزع، يعني أولادي يمكن أطفالي يمكن حدا بالصدفة. لكن هذا الأمر لاحظت إنه كان بهاي الفترة بشكل كبير. رديت ثاني مرة شفتها بنفس المنام. الرؤية اللي شفتها بتأكد إنه هاي الإنسانة كاينة بتدبر، بتخطط لحتى تأخذ زوجي، يعني كانت راسمة على الطلاق، وكانت هي تختلق المشاكل مع زوجها. طبعا هاي الأمور كلها ما اكتشفتها إلا بعد الحوقلة. وقعت عيني على مسجات قديمة في تليفون زوجي بتأكد هذا الكلام، وبالصدفة والله ما كانت مقصودة. كمان أمر ثاني وهو كاين يحذفها. وكمان شفت صور إلها، يعني هاي الصور ما بجوز تبحثها لزوجي. طبعا أنا ما تكلمت معه ولا واجهته بموضوع الصور والمسجات اللي كان يحذفها، لكن أنا دعيت من ربي إنه يكشف لي حقيقتها، وفعلا هاي الصور والمسجات أكدت لي حقيقة هاي الإنسانة. طبعا أنا زي ما حكيت لك كنت أدعي إنه يا رب ترد كيدها لنحرها وتكفيني شرها يا رب. اللهم من أراد بنا شرا أو سوءا أو مكيدة فرد كيده إلى نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. أنا ما حكيت مع زوجي بهذا الموضوع، وأنا دعيت بنفس اللحظة إنه يا رب تنحل المشاكل بدون ما حدا يتحسس من حدا، يعني ما أنحرج منه ولا هو ينحرج مني. وكمان دعيت إنه يا رب يخلصني منها ومن مشاكلها وحياتي ترجع زي زمان. وإذا في ضرر أو في سحر في بيتي يا رب إنك تفك هذا السحر. طبعا هي 3 دعوات أنا دعيتها. بتفاجأ في نفس اليوم بنفس الليلة زوجي داخل علي بيحكي لي أنا بعتذر منك، أنا أذيتك، أنا جرحت مشاعرك، أنا المفروض إني ما خبيت عليكي، لكن ما بعرف في إشي كان يخليني أتصرف بدون ما أحس على حالي، في إشي كان يخليني مع هاي الإنسانة إنسان ثاني، ما بعرف كنت أسمع كلامها، كنت كأنه حدا بيسحبني لعندها. فبيحكي لي أنا حاس إنها عملت لي إشي. وفعلا بعد ما سمعت ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله وسمعت قصة الأخت وبدأت أردد، زوجي بلش يرجع لوعيه ويرجع لطبيعته. ومن يومها والحمد لله قطع علاقته بهاي الإنسان وبزوجها، سلام مرحبا من بعيد لبعيد، حتى إنه بطل يستقبلهم في بيتنا. أي نعم إنه هذا زوجها إنسان عاقل وواعي ومحترم ابن ناس، لكن علاقته فيه أصبحت سطحية لدرجة كبيرة. الأمر الثاني اكتشفت إنه في سحر في بيتي، ووجدت هذا السحر والحمد لله بتيسير من الله سبحانه وتعالى.
والأمر الثالث انحلت المشاكل بدون ما حدا يتحسس من حدا، وطوينا هي الصفحة وما رجعنا حكينا فيها مرة ثانية. أما بالنسبة للمشكلة اللي حصلت في بيت أهلي، طبعا أخوي إنسان تزوج زوجته عن حب وعن قناعة، متفاهمين وبيحبوا بعض، وحتى أكثر الناس بتحسدهم على حياتهم. أخوي موظف والحمد لله له سنوات وراتبه ممتاز، وهي موظفة لكن راتبها أقل من راتبه، ومتعاونين في كل حياتهم. في يوم وليلة حصل بينهم خلاف، بعد أسبوع انفصلوا. الناس تصلح ما بينهم، الناس اتدخلت، لكن أخوي كان مبيبس راسه وهي رافضة ترجع، يعني الاثنين رافضين بعض. بينهم ولد وكانت هي حامل. فحكيت لأمي رددي لا حول ولا قوة إلا بالله، يمكن ربي يبدل حالهم، يمكن تنحل المشاكل وتعرف شو سببها. في نفس اليوم اللي أمي التزمت بيه الحوقلة من أول النهار لآخر النهار، وإلا بأخوي بيحكي لأمي أنا بدي أرجعها، أنا اللي أخطيت معها. وفعلا اتصل عليها وأمي حكت معها. الإنسانة متغيرة تماما، اللي كانت ما بترد على مكالماتنا ورافضة إنها تسمع صوت حدا فينا. وخلال 3 أيام كانت راجعة للبيت وكأنه ما حصل إشي. الغريب في الأمر إنها بتحكي إنه أنا ما كنت شايفيته ولا يعني طايقة أطلع في وجهه، كأنه في حدا عامل بيننا إشي. وفعلا انحلت مشاكلهم ببركة ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله في ليلة واحدة أمي رددتها. والحمد لله اكتشفنا بعد فترة إنه أخوي كمان فعلا حدا عمل له سحر تفرقة بينه وبين زوجته. فحسبي الله ونعم الوكيل في كل حدا بيحاول يخرب حياة حدا. ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله من أعظم الأذكار لمثل هاي الأمور. فيا رب يبعد عنا وعنكم الحسد والسحر وكل أذية وكل مكروه. قولوا آمين. فإن شاء الله حبايبي كلكم تبشروني بالخير وبالفرج وبتيسر أموركم بالكامل واستجابة دعواتكم.